كاماتشو يحاول المرور، هلال السعيد يتابع، سامي الجابر يسيطر، يبحث عن من في خط المقدمة، الشلهوب يحاول أيضا، ولكن هلال السعيد، ولكن الآمال ممكن تتجدد بتعادل. المينا سامي الجابر، يلا يا سامي، ممكن والله ممكن، ولكن لا حكم اللقاء يأمر باستمرارية اللعب، حكم اللقاء يأمر باستمرارية اللعب. سامي الجابر والله محتاجينك هناك في برلين، ستراسبورغ، هامبورغ، كل المدن الألمانية تنتظرك يا سامي الجابر. لا نريد الإصابات، طلع الكرة يا صويلح، نطمئن على صحة اللاعب مهما كان، وأهم شيء هم اللاعبين فقط هم من نسأل عنهم. شوف الإعادة، شوف مرور جميل، مو معقولة يا حكم، مو معقولة يا دولي، مو معقولة يا أردني، مو معقولة أبدا يا حكم اللقاء يا حسن يا مرشود. الدخول كان قوي، شوف التدخل، يعني واضح الإعاقة، والله الكرة ما جاء، يمكن الحماس أخذني، نعم الحماس أخذني كامل لياسر مرة أخرى أمامية. سامي الجابر يحاول يمرر له كرة أيضا ماكرة لياسر، ولكن تصطد، تعود مرة أخرى رمية جانبية لمصلحة الهلال، تتمرر أمامية. سامي يحاول مرور سامي، ولكن تدخل وخطأ، خطأ لمصلحة الفريق الهلالي. شوف الإعادة، شوف سامي يحاول يمر من هلال سعيد، ولكن تتخلص، ولكن رأسية أيضا تعود مرة أخرى، عينوية. سامي يتمكن من الكرة، سامي أيضا ممكن يلعب له كرة أمامية في الناحية اليمنى. يلا المحاولة الهلالية ممكن تأتي، ممكن الهدف يأتي، وهنا المرور أيضا المتأهل المجموعة. هنا محاولة أمامية سامي الجابر، يلا المحاولة ممكن، الهدف قد يأتي يا سامي، ولكن تصطد الكرة، تعود مرة أخرى الآن عينوية، انطلاقا من الآن يحاول يلعب له كرة الأمام. ياسر القحطاني أمامية من سامي، الشلهوب يحاول، وهنا سامي أيضا يحاول، ولكن عمر يساعد من الناحية اليسرى. عمر، سامي الجابر يعيدها مرة أخرى، محاولات هلالية حتى الآن في منتصف ملعب الفريق العيناوي، نقل اللعب بشكل مناسب لعبد العزيز العبد السلام من الناحية اليمنى. العبد السلام يلعب كرة عالية، ولكن أيضا خلف المدافعين، وهنا المحاولة هلالية. سامي يحاول، ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. هنا علي الوهيبي بكل روح رياضية علي الوهيبي، قمة الأخلاق منك يا علي، الوهيبي الظهير أيضا الأيمن في الفريق العيناوي، إلى خارج أرض الملعب، الكرة إلى ضربة مرمى. هنا يستروفيتش اللاعب الصربي، يعني كان هناك لويس تيخادا، كان هناك بلانكو، يعني محترفين في الفريق العيناوي، ولا في ملعب الفريق الهلالي. سامي الجابر هو الآخر، عاد للخلف لاستلام الكرة إلى الناحية اليمنى لعبد السلام، محاولة من عبد العزيز عبد السلام، المرور للبرقان، يحاول أيضا، ولكن أيضا سامي الجابر كان يحاول، ولكن هلال من النادي الوحداوي. كرة أمامية الآن، سامي الجابر يحاول المرور، يعدل من الأول، يلعب الثاني، تمريرة أمامية، والله ماتش محمد يلعب له كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. سامي الجابر، ولكن بعيدة عن سامي، هي إلى حارس المرمى وليد سامي. يعني 26 نلعب في الدقيقة 27 من شوط المباراة الأول. الهلال السعودي الذي يستضيف العين الإماراتي. شوف مرة أخرى، يلا المحاولة، تأتي العرضية، ممكن، يلا ياسر، حلوة من ياسر، مرت 28 دقيقة استاذ تركي، يعني ال 28 دقيقة التي مرت، ما هو وضع الفريقين حتى بالنسبة للفريق الهلالي؟ ولاحظنا كرة شلهوب اللي سددها شكلت إرباك للفريق العين. كرة أمامية هلالية الآن، سامي الجابر يحاول، كماتشو حلوة المحاولة، ممكن، وهنا سامي الجابر، تدخل من أكثر من لاعب على سامي الجابر، تقطع الكرة. هنا الجماهير الهلالية الآن عادت إلى أجواء المباراة. سامي الجابر تدخل وخطأ. كابتن تركي، كنا نقول انه المباريات اللي مثل هذه تحتاج الى تسديد مخاطر الجزاء، تحتاج الى اللعب على طريق الاطراف، تحتاج الى التركيز في بناء الهجمه، عدم التسرع، عدم اعطاء الفريق المنافس الحريه في تناقل الكره حتى لا يمر الوقت ويشكل ضغط نفسي على الفريق الهلالي. الان الفريق الهلالي اكثر. العبد السلام الى البرقان، سامي الجابر يعود للخلف، هلال سعيد يتابع، هلال سعيد مع سامي الجابر، يعيدها للدعيع مرة أخرى، شوف تمررها سريعة، تعود لسامي، يلا الخطورة الهلالية ممكن تأتي، سامي الجابر يحاول المرور، يلا يا شلهوب، لا يا محمد يا شلهوب، لا يا الشلهوب يلعب له كرة أمامية، ولكن هناك راية
التي كانت لمحمد الشلهوب يعني لم يسيطر عليها ابدا. طبعا فريق الهلال الان اعتقد انه حقق الشيء المطلوب، تقدم بهدف مع نهايه الشوط الاول. عبده الله ايضا بالمشاركه بحمله السلامه المروريه، والله ايضا بشعار طيب، شعار يكفي والله يكفي، يعني يكفي الحوادث، يكفي ما نراه من مخالفات، يكفي الارواح حصدت، الاحصائيات والله انا اقراها واكتبها وكنت اتحدث عنها، والله ارقام كبيره، ارقام كبيره. للجهه اليسرى للهلال كامل الموسى، محمد الشلهوب حتى يكون هناك سد لهذه الطرف. هنا تدخل ايضا وخطا، خطا لمصلحه سامي الجابر من الناحيه اليمنى، كان هناك توغل ايضا، وهناك البطاقه الصفراء الاولى خرجت. والله كنت اتحدث ايضا عن شوط المباراه الاول، كان نظيف، النظيف بدون كروت بدون بطاقات، وهذا ما يميز ايضا اجواء المباريات الخليجيه، المباريات العربيه، ولكن التدخل فعل يعدي من الاول. سامي خطوره في هذا اللاعب سامي الجابر من اكثر من لاعب، وهنا المتابعه لا تزال. سامي الجابر يعدي ايضا من الثالث، والخطا الخطا ياتي الان في منتصف ملعب الفريق العناوي. شوف اعاده مرور من اكثر من لاعب من سامي الجابر، اخيرا اعيق سامي، والخط توغل من العمق، يلعب له كره لسامي الجابر في المكان المناسب. يلا يا سامي، ممكن تعدي، ممكن تمر داخل منطقه الجزاء، يبحث عن مسانده، يعيدها للشلهوب، لمسه يد، الرابع ايضا، ولكن تعود مره اخرى. القرار يبقى لحكم اللقاء، يبقى لحكم اللقاء. هنا ايضا كان هناك اعتراض ووقوف والتبديل القادم الفريق الهلالي. شوف الاعاده، تسديده، يا رجل خاف الله، يا رجل خاف الله. الكره باليد، اليد واضحه وانت امامها، يا دولي يا حكم. هنا ايضا شوف ايضا رقم 28 في الفريق مرة أخرى. الآن الشلهوب يحاول مرور، يلعب له كرة أمامية، ممكن يا سامي من الناحية اليمنى يعدي، يمر يلعب له كرة أمامية، ولكن هي الأقرب لوليد سالم. هنا شوف الكرات الثانية المرتدة من الدفاع فريق العين، عدم إعطاء حرية لفريق العين بامتلاك الكرة، بتناقل الكرة بشكل جيد حتى يستطيع الفريق الهلالي أن يصل إلى. تتمرر لعبد السلام، يلعب له كرة عالية لسامي الجابر، يسيطر عليه. لا يا شيخ، ياهو، مو معقولة اللي قاعد يصير، والله مو معقولة. الدولية هذه منين جتك؟ منين وصلتك؟ مو معقول ابدا. يعني ان كان لي الحق ان اتكلم سوف اتحدث. يا رجل انا سعودي، من حقي ان اتكلم، من حقي ان اقول، انا لا انتقد التحكيم. ممكن نشوف اعاده. والله انا بالنسبه لفريق الهلال الفوز ولا غيره، الفوز لا ياتي الا من خلال المبادره الى الهجوم، مع تقليل حقيقه المسافات بين خطوط الفريق الثلاثه حتى تضمن. تعود هلاليه عاليه، سامي الجابر في الناحيه اليمنى، ممكن محاوله هلاليه، سامي يلعب له كره ضعيفه الى حارس المرمى وليد سالم يعني تتنفذ الغامدي سامي يحاول المرور، تدخل من اكثر من لاعب. خطا اقترب من الربع ساعة الأخيرة في شوط المباراة الثاني. سامي الجابر، سامي لعمر الشلهوب، مرة أخرى عبد العزيز لسامي الجابر، سامي يحاول المرور من أكثر من لاعب، سامي مر ولكن أيضا تبعد من أمامه. تعود مرة أخرى للمفرج من عمر لسامي الجابر، يتركها بالفعل جميلة لعبد السلام. هنا الآن تعود هلالية، سامي الجابر يلعب له كرة عالية داخل منطقة الجزاء، وليد سالم يتدخل للمرمى، حلوة من الشلهوب، وهنا تبعد مرة أخرى. حتى الآن زوجة الأبناء الوالدين يتمنون العودة سالما إلى منزلك أيضا بكل عافية. يعني الحقيقة يعني الجهد يشكر عليه، شعار يكفي بالفعل يكفي، يعني يكفي هذا جميع الذي حدث، جميع الذي كان، جميع أيضا جهات مشاركة كثيرة من الوزارات والأجهزة الحكومية. هناك
سامي البرقان مرة أخرى. الشلهوب يحاول الكرات الهلالية الآن في الوصول للمروة العيناوي. الهدف الذي قد يحدث أيضا يعني انطلاقة هلالية بالفعل في البطولة الآسيوية. ياسر القحطاني يحاول، ممكن يسد في العاصمة السعودية الرياض. كل الشكر للاعبين، كل الشكر للإداريين، للفنيين، للجهاز الفني، الجهاز الإداري. الحقيقة الجميع كانوا قمة في الأخلاق، وهنا محاولة هي لمصلحة العين ولكن التدخل موجود تبعد. الاستعراض المهارات الفردية هنا الذي طبعا نحذر منه. انطلاقة لسامي الجابر، لعمر الغامدي، لباني العشر الأخيرة ممكن على صافرة حكم اللقاء الحكم حسن